Marceline. Simon! Marceline. Martin! Don't you look tasty? ازيكم يا ابطال؟ في فيديو جديد. النهارده هكلمكم عن مارسيلين، ملكة مصاصين الدماء اللي عاشت في حاجات كتيرة جدا على مدار 1000 سنة، من انها بقى نجت من حرب المشروم لحد ما فقدت الشخص اللي كان بالنسبة لها زي ابوها بسبب تاج سحري. بس حياتها مش كلها مأساوية، دي كمان حاربت جنب فين وجيك وحاجات تانية كتير. فلو نفسك تعرف اكتر عن تاريخها وعن مهاراتها الجامدة في الجيتار خليك معايا وانا هحكي لك الخط الزمني كامل لمارسيلين ملكة مصاصين الدماء. ومن غير ما اطول عليك ما تنساش اللايك والاشتراك والحاجات الحلوة دي، ويلا نبدأ. اتولدت مارسيلين من ام بشريه اسمها إليس، وابوها كان سيد الشر هانسون ابادير، وكانت بنت شبه عاديه بس فيها شويه صفات غريبه كده، زي لون بشرتها الرمادي ودانها المسحوبه لقدام، وكمان عندها قدره انها تمتص الارواح، وده بيبين انها مياله لابوها اكتر. ومع إليس والبنت الصغيره مارسيلين حاولوا يعيشوا في وسط الفوضى اللي حصلت بعد حرب المشروم، وهي كانت حرب نوويه قضت تقريبا على كل البشر. بس الحظ ساعد مارسيلين لان جيناتها الشيطانيه حمتها من اثر الحرب، انما امها ما كانتش محظوظه كده. في الاخر امها وقعت في المرض وقالت لمارسيلين تكمل حياتها من غيرها، وسابت لها رساله كانت بتحاول تقول لها طول الوقت، بس مارسيلين ما شافتهاش غير بعد قرون. والرساله كان مكتوب فيها بحبك يا مارسيلين ويا رب تسامحيني. ومن بعدها مارسيلين كملت حياتها لوحدها، وكانت بتحاول تعيش وتتعامل مع الوحده. بدات تعامل نفسها على انها ليها اصحاب، وكانت بتصنعهم من حاجات عشوائيه تلاقيها في طريقها عشان تحس ان في حد حواليها. ومع الوقت وبعد ما مشيت مسافات طويله جدا كانت حاسه ان الدنيا ضاعت منها خلاص، لحد ما قابلت صدفه حد ما كانتش متخيله انها هتشوفه، وهو ناجي تاني من الحرب اسمه سايمون بيتركوف. سايمون كان عالم اثار مشهور ولقى تاج مسحور اللي هو نفس التاج السحري القديم بتاع ايفر جرين واللي اتكلمت عنه في حلقه الليتش، والتاج ده هو اللي خلى سايمون ينجو من الحرب. بس للاسف كل ما استخدم التاج اكتر بدا يفقد عقله، لان التاج كان بيديله قوه التلج وتلج بس على حساب عقله وسلامته النفسيه. وفي وسط الجنون اللي كان بيزيد عليه كان شايف ان اهم حاجه في الدنيا انه يحمي مارسيلين، وده اللي خلاه يتمسك ببقايا انسانيته. مارسيلين بدات تعتبره زي ابوها تاني، وهو كمان شاف فيها بنته الصغيره، وكان دايما بيقول لها بحبك يا مارسيلين. بس للاسف كل مره بيستخدم فيها تاج كان بيخسر جزء من نفسه، ولما بدا يحس ان قوته خرجت عن السيطره قرر يسيبها علشان يحميها. قال لها لازم تفضلي شجاعه يا مارسيلين، الشجاعه بتاعتي، وسابها ومشي. بس قبل ما يختفي حاول يعمل حاجه كويسه ليها، اتصل بابوها الحقيقي هانسون ابادير، بس للاسف الراجل ده ما كانش عنده اي نوع من الرحمه. واول ما رجع في حياه مارسيلين اول حاجه عملها انه دمر البيت اللي كانت عايشه فيه، واكل البطاطس بتاعتها اللي كانت بتحبها جدا، وده عمل فيها صدمه نفسيه فظيعه لدرجه انها بعد 1000 سنه لسه فاكره اليوم ده. بعدها سابت الدنيا كلها وقررت تعيش لوحدها، وما رجعتش تتكلم مع ابوها تاني الا بعد سنين طويله جدا. في سنين المراهقه بتاعتها مارسيلين فضلت تكتشف العالم الجديد اللي بقى مليان فوضى بعد الحرب، وكان دايما معاها حاجه واحده غاليه عليها جدا اللي هو الجيتار بتاعها، واللي كانت عاملاه بنفسها من آلة البلوط اللي كانت مملوكه ليهم. ومع الوقت بدات تلاقي لنفسها مكان وسط قبيله من البشر اللي لسه عايشين وبتنقلوا من مكان لتاني عشان يعيشوا، ومع انهم كانوا في الاول بيخافوا منها عشان شكلها الغريب، بس بعد فتره قبلوها وسطهم وبدات تستخدم قدراتها الخارقه عشان تحميهم من مصاصين الدماء اللي ظهروا بعد انهيار البشريه. ومع كل مصاص دماء كانت بتغلبه كانت بتمتص روحه وتاخد قوته. فمثلا لما غلبت الامبراطوره خدت قدراتها على التخفي، ولما هزمت الهاروفنت خدت منها قدره على تغيير الشكل، ومن الفول خدت قدره الطيران، ومن المون قدرت تتجدد وتتعافي بسرعه. بس المعركه الاخيره كانت ضد ملك مصاصين الدماء نفسه، المعركه اللي انتهت انه عضها وحولها هي كمان لمصاص الدماء. ومن هنا بقت مارسيلين مصاص الدماء خالصه، وبقت تعرف رسميا باسم ملكه مصاصين الدماء. بعد كده بدات مرحله جديده في حياتها وهي بتلف العالم كملكه مصاصين الدماء، لحد ما قابلت الاميره بابل جام او اميره العلكه. اميره العلكه كانت لسه شابه وقتها، وسريع جدا الاتنين اتقربوا من بعض وبدات بينهم علاقه بس للاسف المسؤوليات الكتيره بتاعت الاميره او اميره العلكه في مملكه الحلوه خلت العلاقه دي تتعقد، وانا مش عارف قلت للاسف ليه. وفي مهمه لانقاذ مملكه الزجاج العلاقه بينهم الحمد لله اتكسرت واتفرقوا عن بعض. مارسيلين بعد كده دخلت في علاقه جديده مع ساحر اسمه اش، ونقدر نقول ان ده حلو شويه يعني. طبعا عاشوا سوا في بيت الشجره اللي هو نفسه البيت اللي هيعيش فيه فين وجيك بعد كده. بس العلاقه دي انتهت نهايه سيئه جدا لما اش باع اغلى حاجه عند مارسيلين، واللي هو الدبدوب المحشو هامبو اللي كانت مخلياه معاها من ايام سايمون بيتركو. ولما عرفت كده مارسيلين
انفجرت وغضبت جدا وسابته في الحال. بعد الانفصال ده قررت انها تاخد استراحه من كل حاجه، بدات تسافر في ارض او وتغني وتلعب موسيقى وتتعرف على ناس جديده، وبدات تبني لنفسها اسم كبير جدا لحد ما بقت واحده من اشهر الشخصيات في العالم ده. الكل يعرفها كمغنيه جامده جدا وصاحبه مواقف قويه وكمان كصديقه وفيه. في الوقت ده من حياتها كان اول ظهور ليها في مغامرات فين وجيك. رجعت لبيت الشجره اللي كانت عايشه فيه وفجاه لقيت فين وجيك ساكنين هناك. دخلت عليهم وقالت لهم بطريقه فيها هزار شكرا انكم سايبين البيت ده دافي عشاني، بجد متشكره قوي. وطبعا الاثنين اتصدموا جدا وخافوا منها في الاول لانهم كانوا فاكرينها شريره، ومن خوفهم منها بداوا يدوروا على بيت جديد. لكن مارسيلين كانت بتظهر ليهم في كل مره وتاخد البيت اللي اختاروه. وفاكرين انتوا الاغنيه القديمه اللي هي بتاع فين وجيك يريدون بيتا جديدا، اغنيه ايقونيه بالنسبه لي جدا. بس في الاخر طبعا لما شافت ان فين عنده روح قتاليه وشجاعه اعجبت بيه جدا وقررت تسيب له بيت الشجره اللي بقى بعد كده البيت الرئيسي بتاعهم طول السلسله. ومن وقتها البيت ده بقى هو المكان اللي مارسيلين بترجع له دايما. ومع ان فين وجيك كانوا في الاول مرعوبين منها لانهم بعد كده اكتشفوا انها مش شريره خالص، بالعكس دي مجرد بنت بتحب المرح والمقالب. وبدات علاقتها بيهم تبقى قويه جدا، خصوصا علاقتها مع فين اللي بقى صديقها المفضل. وفي نفس الوقت ده فين كان هو السبب اللي رجع مارسيلين تقابل اميرة العلكة تاني بعد سنين طويله من الفراق منك لله فين. وفي الاول كانت الاجواء متوتره جدا بينهم، بس بعد شويه بدا التلج ده يدوب، خصوصا لما اميرة العلكة كشفت انها لسه محتفظه بالقميص اللي كانت مارسيلين مديهولها زمان، وقالت انه واحد من اغلى الحاجات عندها. وده خلى مارسيلين تتاثر جدا وتحس ان الزباله اللي بينهم بين قوسين الحب ما ماتش ابدا، ويا ريتها ما حست. وفي وقت تاني فين وجيك كمان ساعدوا مارسيلين لما ساحر القديم اش حاول يرجع يكلمها ويخدعها عشان ترجع له، بس فين وقف له وقفه رجوله بصراحه ومنع ده يحصل. وده خلى مارسيلين تحس قد ايه الاتنين دول فعلا اوفياء جدا. علاقه مارسيلين مع فين كمان كانت السبب في ان شخص تاني من ماضيها يرجع يدخل حياتها واللي هو ملك الجليد. في وقت من الاوقات فين كان بيحاول يفهم كلام ملك الجليد الغريب والمجنون، وهناك اكتشف بين الرغايات بتاعته رساله وداع من سايمون بيتركوف الاب الروحي اللي ربى مارسيلين زمان. ولما مارسيلين شافت الرساله اتاثرت جدا وقررت انها تسامحه وتحاول تتعامل مع النسخه الجديده اللي بقت منه دلوقتي حتى لو كان فقد عقله. كانت عارفه ان جوه ايس كينج او ملك الجليد لسه في سايمون موجود، وده خلاها تحاول ترجع علاقتها بيه باي شكل. وكمان بسبب فين مارسيلين قدرت تواجه ابوها الحقيقي هانسون. فين كان سامع اغنيه حزينه لمارسيلين كانت بتغنيها عن اكل ابوها للبطاطس بتاعتها اللي ما كانتش ناسيها ابدا، فقررت انه يرجعه من عالم الظلام اللي هو فيه عشان يصالحها. ولما هانسون سمع الاغنيه دي فهم قد ايه كان اب وحش واعتذر لها فعلا وقال لها بحبك يا مارسيلين وما تشوكيش في ده ابدا. وطبعا بدلته نفس المشاعر، بس حتى بعد اللحظه المؤثره دي لسه كان في مشاكل كتيره بينهم. هانسون كان عايزها تمسك مكانه وتحكم عالم الظلام، بس هي كانت رافضه تماما الفكره دي ومش عايزه تبقى شريره زيه ولا مسؤوله عن حاجه بالشكل ده. ورغم ده كله فضل يقول لها انه فخور بيها مهما كانت اختياراتها. ومع مرور السنين بدات مارسيلين تحس ان خلودها كمصاص الدماء بقى عبء عليها. كل الناس بتحبهم بيكبروا او بيتغيروا وهي ثابته زي ما هي. وبعد ما ساعدت سايمون يرجع مع بيتي حبيبته اللي كانت ضاعت من زمان، مارسيلين بدات تحس انها عايزه تبقى بشريه تاني وتعيش حياه طبيعيه. وبمساعده الاميره بدات عمليه انها تتخلى عن طبيعتها كمصاص الدماء. نجحت فعلا وبقت تقدر تمشي في الشمس ومن غير ما تتحرق، وقدرت كمان انها تكبر في السن زي اي انسان. وكانت مبسوطه جدا بالحريه الجديده دي، بس للاسف سعادتها ما استمرتش كتير لان الملك مصاصين الدماء والتابعين بتوعه رجعوا للحياه تاني. وده كان بدايه احداث الموسم السابع من ادفنتشر تايم اللي اتعرف باسم ستيك او اوتاد. في القصه دي شفنا مارسيلين وفين واميره العلكه بيكونوا فريق علشان يصطادوا مصاصين الدماء القدامى، وكل ما تهزم واحد فيهم كانت بترجع تاخد قوته تاني واحد ورا تاني. وفي المعركه الاخيره ضد ملك مصاصين الدماء هو عضها تاني، وبكده رجعت مصاص الدماء من جديد. وطبعا كانت متضايقه جدا في الاول، حست انها رجعت تاني للنقطه اللي كانت هربانه منها طول عمرها، بس في النهايه تقبلت ده خصوصا لما افتكرت ان ده معناها انها هتقدر تفضل مع اميره العلكه للابد لان الاتنين بقوا شبه خالدين استغفر الله العظيم. ومع الوقت مملكه الحلوى دخلت في حرب ضخمه اسمها حرب الحلوى الكبرى. مع مارسيلين كانت واقفه جنب اميره العلكه طول الحرب وشافت بعينيها الدمار اللي بيحصل، وحاولت تقنعها تبطل الحرب قبل ما توصل لنفس النهايه اللي شافتها في حرب المشروم اللي دمرت العالم زمان. وفي الاخر فعلا الحرب انتهت بسلام والمملكه رجعت هاديه. بس بعد ما كل حاجه استقرت ظهر كان شرير اسمه الجولب، وكان خطر ضخم جدا على الكل. واحد من المخلوقات اللي صنعها جولب كان على وشك يقتل اميره العلكه، لكن مارسيلين دخلت وانقذتها. وبعد ما اتاكدت انها بخير الاتنين عملوا حاجه مش ولا بد يعني، ودي اللحظه اللي اكدت انهم فعلا رسميا الوان. وبعد ما المعركه دي خلصت اميره العلكه ومارسيلين بداوا حياتهم سوا من جديد وعاشوا سوا في بيت مارسيلين، وقضوا سنين كتيره مع بعض بيواجهوا مغامرات ومشاكل بسيطه زي تهديد جديد لمملكه الزجاج
اللي كانت سبب في انفصالهم اصلا، بس المره دي واجهوا كفريق حقيقي. ومع مرور الوقت مارسيلين كانت بتخاف تخسر الناس اللي بتحبهم، بقت محاطه بعيله واصدقاء بيحبوها بجد، فين وجيك واميره العلكه، واميره العلكه دي مش بتحبها زي ما فين وجيك بيحبوها، وسايمون، وحتى ابوها اللي بقى بيتعامل معاها كأب حقيقي وبيحاول يحميها. وفي النهايه مهما كانت مارسيلين في كون ده هتفضل دايما واحده من اعظم قلوب عالم وقت المغامره، واكتر الشخصيات اللي عندها عمق وانسانيه. بنت اتخلقت من الالم بس حولته لقوه، وكانت هتخلى امها وابوها تاني اللي هو سايمون فخورين بيها جدا. وانا بحب مارسيلين جدا يا جماعه، بس لو سابت اميره العلكه يعني هتبقى في حته تانيه بالنسبه لي، عشان انا بكره اميره العلكه، وعشان يعني ان اميره العلكه الوان فخلت مارسيلين الوان، لان مارسيلين طبيعيه او تقريبا بتحب الجنسين، اللي هو كانت عادي ماشيه مع اش وبعدها مع اميره العلكه، فتقريبا تحس مارسيلين كده بتدور على اي حد تحبه باي طريقه ممكنه، يعني حتى لو الطريقه بتاع اميره العلكه. انا شايف اميره العلكه شريره في الموضوع. انت اكتب لي رايك في الكومنتات. المهم ان بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك والحاجات الجميله دي، وتقول لي لو عايزين نتكلم عن اي انيميشن مش شرط كرتون بس. انا ابراهيم، ما تنساش تصلي على النبي، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله.